النهارده انا جاي اتكلم معاك عن مكنسه، ومش عايزك تستغرب بقى وتقول ايه اللي جاي يتكلم عن مكنسه، ده قناه تميمه دي ولا ايه؟ نتكلم بقى في كهارب وثلاجات وغسالات والذي منه. لكن الحقيقه مش هي دي الكيس، لان انا النهارده هتكلم معاك عن مكنسه تعتبر اختراع فعلا، والمكنسه دي فعليا واخده افضل مكنسه في العالم في الفئه بتاعتها، وده بناء على كلام نيويورك تايمز. فتقدر تعتبر المكنسه دي اختراع غريب ذكي، مش مكنسه عاديه. والمكنسه دي هي الدايسون V15 توتال كلين. وطبعا هي المكنسه مش بس زي ما انت شايف كده، طبعا بيتركب فيها حاجات كتير جدا، بس يعني عشان المساحه هفرجك برضو معايا. لكن دي تعتبر الاصدار الاحدث من ال V15 بتاع دايسون، اللي هي اوريدي بقى لها تقريبا سنتين في السوق، لكن ده اصدار زي فيس ليفت كده او محسن شويه. الحقيقه المكنسه دي خطيره بكل ما تحمل الكلمه من معاني، وده طبعا بيشمل السعر الغالي بتاعه المكنسه دي من دايسون. وعموما كل منتجات دايسون تعتبر سعرها غالي شويه عن العادي. فلو مهتم تعرف اكتر عن ال V15 توتال كلين من دايسون، كمل معايا الفيديو ده للاخر، وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا انجو وديد. النهارده زي ما قلت لك هتكلم عن المكنسه دي، لكن تعالى سريعا كده احكي لك شويه عن دايسون كشركه، وقد ايه الشركه دي بصراحه بتعمل شويه منتجات كده مميزه جدا جدا فيهم، وكلها بتتمحور حوالين الموتور القوي اللي التكنولوجيا بتاعته عاليه جدا. وده الحقيقه اتحط في اجهزه كتير، مش بس المكنسه دي من اجهزه دايسون، وانا الحقيقه جربت اكتر من جهاز من دايسون، من ضمنهم مثلا السشوار الشهير جدا بتاعهم. هو السشوار عباره عن فراغ كده في النص زي ما انت شايف، فهو فعليا فاضي من النص كده، لكن اول ما تشغله هتلاقيه يطلع هواء قوي جدا وصوته حلو جدا كموتور. طبعا بتتحكم في قوه المروحه ودرجه الحراره والكلام ده كله. ومن ضمن المنتجات التانية برضو الروشه جدا اللي انا يعني شفتها مؤخرا، مش هقدر اقول ان انا استخدمتها لان هي مكوه شعر كده زي ما انت شايف، لكن بص هي شكلها حلو وشيك ازاي. والحقيقه ان هي وايرلس حتى ما فيهاش سلك، انت بس بتشحنها وبتستخدمها على طول، او مش انت يعني انت غالبا، لان اكيد زي ما انت يعني توقعت انا مش بستخدم الحاجات دي بشكل شخصي، لكن هي موجوده عندنا يعني في افراد العيله بيستخدموها. لكن انا خليني في المكنسه دي. المكنسه دي زي ما قلت لك هي الاصدار المحسن من سلسله ال V15، وهتعرفها على طول ان الفلتر اللي هنا ده لونه لبني كده، بدل ما هو كان لونه موف كده او بنفسجي في الاصدارات اللي فاتت. وده يعني بيقول لك ان هو بيلتقط جزيئات التراب بدقه اعلى بكتير. والحقيقه ان البندل دي او المجموعه اللي فيها الاكسسوارات دي انا ما لقيتهاش متوفره بالاصدار الجديد ده غير في سوق الامارات، انا اشتريتها من دبي الحقيقه. وزي ما قلت لك دي بتندرج تحت فئه الستيك كوردلس فاكيوم، يعني هي ستيك لان انت بتكون ماسكها بايدك كده وهي مكمله معاك لغايه الارض، ما هياش اللي او الخرطوم اللي بيكون طالع من الجهاز اللي في الارض وبتتحرك بيها، لا هي عصايه بس كده، كل السحب بيطلع وبيتكون في الجزء اللي هنا ده، وتقدر تغير بقى كل الاكسسوارات والاجزاء اللي بتتركب هنا دي بقى باشكال كتير جدا زي ما هوريك دلوقتي. فلو بصينا كده على الخامات والتصميم، مبدئيا شكلها طبعا يعني مميز جدا، تحس ان هي فضائيه. برضو اللون الرمادي اللي في الحته دي ما هواش يعني متكرر قوي، يعتبر في الاصدار الجديد. قبل كده كان لونه ذهبي شويه. وعندك بعد كده الجزء ده هو اللي بيتكون فيه الحاجات بقى الاتربه والحاجات اللي بتتجمع. الموتور نفسه موجود هنا، والفلتر موجود هنا برضو، بيتفك بكل سهوله كده عشان تقدر تغسله لو انت عايز. ولو نزلت شويه في الدراع بتاعها مكان ما بتمسكها كده، بتلاقي عندك هنا الزرار او التريجر شبه المسدس كده اللي انت بتدوس عليه علشان تشغلها. بعد كده تحت هنا في البطاريه، والبطاريه دي الحقيقه انت تقدر تبدلها لو انت عايز، وبتشتري يعني بطاريات تانية علشان تبدل بقى بطاريه وتشحن التانية وبتاع. وانا ما حسيتش ان انا محتاج قوي ان انا اجيب بطاريه اضافيه، بس ده اوبشن موجود لو انت عايز. تحس ان انت بتعمر مسدس. وعندك الجزء الاحمر من هنا ده هو اللي بتستخدمه علشان تفكها وتنظفها، بس هنتكلم في ده قدام شويه. بعد كده لما تنزل هتلاقي عندك بقى الماسوره الطويله اللي هي احد الاضافات او الاكسسوارات اللي بتركبها، بتنتهي بجزء روش جدا جدا، هنتكلم عنه قدام شويه في الفيديو، لان ده واحد يعتبر من اكتر الحاجات الذكيه اللي انا شفتها بصراحه في المكنسه دي. طبعا تقدر تفك الجزء ده لو انت عايز لوحده وتغيره باجزاء تانية، او تفك الماسوره كلها من هنا وتبتدي تركب حاجات بقى قصيره شويه في المكنسه، بحيث انك تستخدمها على طول بايدك كده لو عايز تنظف حاجه على كنبه ولا في عربيه، مش محتاج الماسوره الطويله. المكنسه تعتبر مش خفيفه قوي بس برضو مش تقيله، يعني تقدر تستخدمها طبعا بسهوله بايد واحده لو هي من غير الاتاتشمنت او الجزء الطويل المتركب. طبعا لو الجزء الطويل المتركب جزء كبير من الوزن بيكون متحمل اصلا على الارض، فمش هتحس بمشكله الوزن دي قوي. وهي تقريبا وزنها 5 كيلو او حاجه في الرينج ده، فهي كانك شايل دمبل كده في الجيم وبتتمرن بيها في البيت. وقبل ما نخش في الاتاتشمنتس او القطع اللي بتتركب على المكنسه، تعالى نتكلم شويه على الموتور، لان ده من اكتر ما يميز المكنسه دي، وزي ما قلت لك ده من اكتر ما يميز شركه دايسون
دايسن بشكل عام. الموتور اللي هنا ده دايسن مسمياه هايبرديميوم موتور، تحس كأنه هو حاجه يورانيوم جايه من الفضاء الخارجي. طبعا هم برضو مسميينه وعاملينه بالشكل ده عشان يديك الايحاء ده، لكن بصراحه هو برضو مش هضحك عليك يعتبر طفره تكنولوجيه. الموتور ده بيقدر يلف معاك لغايه 125,000 لفه في الدقيقه على السرعه العاليه. فانت بتدوس من هنا، سمع الصوت في كده ونه في اخر اللفه بتاعه الموتور لما بتسكته، حاجه كده فضائيه جدا. اسمع تاني كده، تحس ان حاجه ساينس فيكشن خالص وخيال علمي. ولو لفيت من هنا كده هتلاقي عندك شاشه موجوده الناحيه دي مكتوب عليها شويه ارقام، وده الحقيقه لان في حساس او سنسور جوه المكنسه بيقول لك هي بالظبط لقطت قد ايه من جزيئات التراب بالمقاسات المختلفه بتاعتها. يعني عندك الجزء الصغير جدا وده اللي هو ما بتشوفوش يعني بعينك المجرده كده، حاجه اللي هو التراب اللي طاير في الهواء، وده اللي بيعمل حساسيه على فكره للناس اللي عندها حساسيه، ده بيزود الحساسيه، فهي بتقول لك لمت منه قد ايه. وبعد كده الاجزاء الاكبر شويه والاجزاء الاكبر شويه هتقول لك يعني في خلال الشويه اللي انت كنست فيهم دلوقتي انت لميت منهم قد ايه. ولو دوست على الزرار ده تقدر تتحكم بقى ما بين الايكو اللي هو اقل سرعه للموتور، وميديوم اللي هي السرعه المتوسطه، وميديوم دي كمان بتتحول لاوتو في حالات معينه كده احكي لك عنها بعد شويه لما بتركب قطع معينه بتتقلب لاوتو. واخيرا البوست اللي هو اقل عمر بطاريه لكن في نفس الوقت اقوى مود للموتور. اسمع كده عامل ازاي البوست، قوية جدا على فكرة. والبطارية زي ما قلت لك موجودة تحت هنا، تقدر تشحنها على طول عن طريق المدخل اللي هنا بالشاحن اللي جاي معاها، او في ستاند للحيطة كده بيجي معاها بتعلقها على الحيطة عليه، وفي نفس الوقت الشاحن بيكون متوصل على الستاند ده بحيث ان انت اول ما بتعلق المكنسة على الستاند هي بتشحن اوتوماتيك، ودي حاجة من الحاجات الذكية كشحن وتخزين في نفس الوقت. ده انا عايز اقول لك ان الستاند ده كمان بياخد 2 من القطع الزيادة اللي انت ممكن تبدل فيهم في الستاند نفسه علشان يكونوا قريبين ليك كده لو عايز تستخدمه. ولو جينا نلف شوية في القطع الزياده اللي بتيجي معاها الاضافيه اللي ممكن توصلها عليها، فتلاقي عندك شويه قطع عاديه. دي مثلا الفرشه بتاعتها ناعمه جدا لو انت عايز تشيل تراب مثلا من على اي حاجه من غير ما تكون ناشفه. عندك دي من القطع الذكيه جدا برضو اللي انت ممكن بتستخدمها على طول بايدك، تشفط حاجه على طول من هنا، ولو عايز فرشه عن طريق الزرار ده بتطلعها لقدام، فساعتها الفرشه بتكون هي اللي لامسه السطح اللي انت بتكنسه. وطريقه تركيبهم كلهم سهله جدا، انت بس بتوصلها كده وتزق وتشتغل معاك عادي جدا. نقلل بس السرعه شويه عشان الصوت، شايف كده هاديه وجميله ازاي. قطعه تانية اضافيه عندك الاتنين دول منفصلين، دي قطعه كده شبه الاولانيه شويه لكن الشعر ده يعتبر ناشف عشان لو عايز تشيل شويه تراب مزرجن كده يعني ولازق في المكان. ودي قطعه تانية للستاير والمفروشات الناعمه كده برضو تعديها عليها. وزي ما انت شايف القطعتين دول انا كنت موصلهم على هذا الشيء الشفاف البلاستيكي اللي هو بيجي بالمنظر ده علشان تثبته على الماسوره بتاعه الجزء الطويل ده لو انت عايز، بحيث ان القطعتين دول دايما يبقوا تحت ايدك كده وانت بتستخدم المكنسه. بس القطع دي كلها عاديه بصراحه. تعال اوريك بقى 3 قطع مميزين جدا جدا بتوصلهم على المكنسه دي. اول قطعه هي القطعه اللي شكلها غريب جدا دي، زي ما انت شايف كده مكتوب انتي تانجل سكرو، وده معناه ان هي معموله بديزاين معين او تصميم يخلي مفيش اي حاجه بتلعبك جواها. لو في شعر عدى فيها هتلاقيه بيلف ويتجمع ويطلع بره، مفيش بقى حاجه تعلق وتزرجن وتلعبك كده، الكلام ده مش موجود في القطعه دي. والقطعه دي كمان حجمها صغير علشان تقدر تستخدمها مع المكنسه وهي في وضعيه الهاند هيلد كده من غير الماسوره الطويله، وتقدر بقى تستخدمها على كنبه عندك في البيت، في العربيه، اي حاجه، وبصراحه شغاله بكفاءه عاليه جدا. القطعه الثانيه اللي من ال3 قطع القوي جدا هي القطعه دي، وتقدر تعتبر ان دي بقى اللي هي ستاندرد لان هي برضو مكتوب عليها انتي تانجل كوم كده زي ما انت شايف، وهي دي بقى العاديه اللي انت بتبقى سايبها طول الوقت محطوطه كده مع المكنسه، لان دي بتشتغل معاك بقى على سجاد او موكات او اراضي ناشفه او صلبه يعني، فهي دي بتاعت كله يعني وشغاله زي الفل. وفيها برضو نفس الموضوع بتاع ان مفيش حاجه بتعلق فيها، واي حاجه بتكلكع كده تلاقيها اتلفت لفه سريعه وطلعت على طول في المكنسه من غير اي كلاكيع. واخيرا اخر واذكى قطعه اللي هي دي، القطعه دي اسمها فلافي اوبتيك، وهي فلافي كده علشان زي ما انت شايف عامله زي الدبدوب كده وناعمه جدا. دي الحقيقه للاراضي الصلبه بس، ما تنفعش قوي مع السجاد والموكات، لكن فيها حركه ذكيه جدا هقول لك عليها دلوقتي. مبدئيا زي ما انت شايف هي كلها كده مرنه جدا وبتلف معاك في اتجاهات كتير قوي بصراحه، وفي كل حته كده تحس ان في حاجه قطيفه كده وشمواه. الموضوع بصراحه يعني تحس ان هو مصروف عليه جامد قوي، والجزء ده برده ما بيكلكعش وما بيخليش اي حاجه تعلق كده وتزرجم معاها. لكن الجزء الاميز والاهم هو انك لو بصيت هنا هتلاقي فيه لمبه ليزر موجوده في الجنب هنا، لان اللمبه دي الحقيقه بتنور قدامك وانت بتكنس لو ارض ناشفه يعني او صلبه زي بلاط او خشب او اي حاجه، وساعتها بتقدر تشوف كل التراب المخفي عن طريق الليزر ده
انا كنت فاكر ان هي دي اي كلام بصراحه وحاجه مش هتبقى مفيده خالص، لكن لما جربتها الموضوع مبهر اكتر مما تتخيل، وهوريك بعد شويه. وقبل ما نخش في بقيه المواصفات بتاعه المكنسه، فاكر لما قلت لك ان الوضع اللي في النص بتاع الموتور بيبقى اسمه ميديوم في الحاجات العاديه، وبيبقى اسمه اوتو في الحاجات الذكيه او القطع المختلفه شويه؟ فهم الثلاث قطع اللي في الاخر دول هم القطع المختلفه، لان دول جواهم موتور حرفيا بيتوصل بالمكنسه اول ما بتوصلها يعني. وساعتها لما بتشغل المكنسه وتيجي عند الميديوم هتلاقي ان بقى اسمها اوتو، لان هنا ساعتها زي ما انت شايف كده في موتور بيلف جوه في الحته دي. بص كده، وبالموتور ده في سنسورات بتبتدي تلقط تشوف الحته دي فيها تراب زياده ولا لا، انت شغال على ارض ولا على سجاد ولا على موكات، وبناء على كل الكلام ده اللي هي بتحسبه تحدد بقى اذا كانت سرعه الموتور تبقى سريعه ولا نص نص ولا بطيئه، وده بيفرق جدا في عمر البطاريه. وطالما بنتكلم في عمر البطاريه، فعمر البطاريه يعني ما هواش احسن حاجه في الدنيا، على اعتبار ان هي لاسلكيه وانت بتستخدم مكنسه وعايز قوه شفط قويه، لكن عمر البطاريه بيعتمد جدا على انت شغال على سرعه عامله ازاي، وهو بيكتب لك على طول هنا انت فاضل كام دقيقة من عمر البطارية. فلو انت مثلا دلوقتي على الايكو اللي هي اقل حاجة بتشتغل، هيقول لك فاضل 77 دقيقة متواصل، وبعد كده لو جبت على اوتو اللي في النص هيقول لك فاضل 40 دقيقة، ولو جيت على بوست اللي هي اكتر حاجة هيقول لك فاضل 14 دقيقة. والارقام دي كمان بتختلف على حسب ايه القطعة اللي انت موصلها وكمية التراب اللي موجودة، اللي بناء عليه بقت المكنسة بتعافر وتحارب عشان تشفط ولا لا. فساعات ممكن تنزل لغاية 10 دقايق و9 دقايق على اقصى سرعة على اوحش حالة للارض والتراب. ده ما يعتبرش كتير قوي، لكن يعني دي اقصى حاجة واسوأ حاجة ممكن تشوفها مع المكنسة دي. غير كده هتكمل معاك المكان اللي انت بتكنسه عادي جدا. تعال بقى اجرب معاك المكنسة دي كده ونكنس بيها شوية حاجات. هنا عندي سجاد مطرب جدا، والبلاط كمان فيه شوية حتت مطربة، فتعال نجرب مع بعض وهوريك كمان الليزر ده قد ايه خطير وبقية القطع بتشتغل ازاي على الحاجات التانية. انت مش متخيل هي نضفت قد ايه دلوقتي. يا بص الجزء اللي جوه ده مليان تراب ازاي كده دلوقتي. تعال نفضيه مع بعض. هتيجي على الجزء الاحمر ده وتزقه لقدام، هتلاقيها اتفتحت على طول كده واتنضفت. الموضوع في منتهى السهوله. ترجعها تاني وتقفل كده وخلاص. ولو عايز تفك دي كلها يعني بعد ما بتفتحها كده هتلاقي في زرار هنا لونه احمر تقدر تدوس عليه، وساعتها تفك دي وتغسلها بقى خالص لو انت عايز. وزي ما انت شفت كده الموضوع شغال كويس جدا، وانا منبهر بصراحه ان المكنسه دي بتطلع اداء قوي جدا في حجم صغير وشيك ومواتير متطوره وشاشه وشويه حركات كده بصراحه عجباني جدا. فانا من وجهه نظري يعني لو في ستات بتتفرج على الفيديو ده تقدري تجيبي حاجه زي كده لجوزك علشان يساعدك في البيت، على اعتبار ان هي اختراع فيه تكنولوجيا وحاجات يعني محمسه جدا للرجاله اللي زينا. بس هتحتاجي تفكري برده مره واتنين، لان هنخش في العيوب بتاعه المكنسه دي، واولهم السعر. المكنسه دي بصراحه ما تعتبرش رخيصه خالص، سعرها حوالي $700 مثلا في امريكا. انا الاصدار ده زي ما قلت لك ما لقيتوش غير في دبي، واشتريته من دبي بحوالي 2700 درهم، فهي ما هياش مكنسه رخيصه باي شكل من الاشكال. لقيتها هنا كمان في مصر بتتباع باسعار بقى خزعبليه جدا يعني، لكن طبعا دي مش اسعار رسميه. تاني عيب موضوع البطاريه، زي ما قلت لك مش اطول عمر قوي. لو انت عايز تكنس بيت كامل في مره واحده كده هتحتاج يا اما تجيب اكتر من بطاريه او تستخدم بقى المكانس العاديه اللي بسلك. وتالت عيب ان انت لو قعدت مده طويله بتستخدمها من غير ما تكون ساندها على الارض ممكن تحس شويه بالوزن بتاعها، وساعتها ممكن تفضل حاجه اصغر مثلا زي المكانس اللي من النوع ده كده. انا برضو كنت بستخدمها وما زلت ساعات لما بكون عايز استسهل يعني، بتكون حاجه اخف بكتير كده وعلى قد بتلم شويه فتافيت من على الكنبه. وبس كده، دي كانت كل حاجه حبيت ان انا ارغي معاك فيها شويه عن الدايسون V15 توتال كلين. لو عجبك الفيديو ده تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تدوس على جرس التنبيهات عشان ما يفوتكش فيديو اول ما بينزل على طول. ما تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك لفيديوهات قصيره لطيفه كده وستوريز يوميه. هتلاقي الروابط كلها في وصف الفيديو تحت. ولو عندك سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي كلها في الكومنتس وانا هقرا الكومنتات كلها، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.